اخواني الكرام، السلام عليكم ورحمه الله. وهبي يا وهبي، وهبي والكليكه ديالو. هاد السي وهبي وزير العدل خرجنا من الجنب، كل مره خرجنا بفضيحه جديده، كل مره خرجنا بكارثه جديده. هاد الفيديو هذا غادي نرد فيه على السيد الوزير، كنقول له حشومه ويا بعر عليكم. هاد السيد الوزير اللي هو عبد اللطيف وهبي باقي كيتحدى المغاربه المسلمين. هاد الوزير كل مره كيخرج بخرجه جديده واكفس من اخرى. هاد السيد هذا هو اللي شوهنا مع العالم وخلانا اضحوكه مع شي ناس اصلا كيتهمونا بان المغرب بلد الدعاره والفساد، وهو مصر باش يعملنا يلصقنا هذه التهمه هذه. والمصيبه هو ان هذا الوزير هذا واخا ابتلاه الله سبحانه وتعالى ولا تشفى في باحد بالمرض وعمل واحد العمليه جراحيه وخرج منها الحمد لله والله شافه، فعيط ما يلجا لله عز وجل ويطلب منه المغفره. خرج خرجه جديده وباقي في راسو بصمه بنده مدوره في راسو، وكيقول انه كيتحدى الكل من اجل انصاف المراه. اودي فاش غتنصف هذه المراه وشكون ظلمها اصلا؟ قال لك يا سيدي هو ما كيسمعش شنو كيقولوا المغاربه، وانه غادي يخوض معركه ويشرفه خوضها. الله اكبر، معركه واش من معركه؟ وراك صاحبي كتحارب مع الله ورسوله. وسمعوا اخوتي، قال لك هو مستعد يسمع جميع السب والشتم والنعوت من اجل المراه، وقال لك هذا شرف كبير ليلو، شرف كبير بزاف. يا سلام، تضحيه واش من تضحيه عندك السيد الوزير. هذه هو خصو ينصف المراه طبقا لطبيعه الوجود. اصاحبي السيد الوزير، اش من وجود؟ واش واعي شنو كتقول؟ راه كاين شي حاجه اسمها شريعه الله وقانون ديال الله سبحانه وتعالى، وهو اللي حدد الحقوق ديال المراه اكثر منك واكثر من اللي باغيه انت. فانت خصك في الحقيقه تخرج عليها وتخرب الرابط الاسري. قال لك بانه كيكتشف الحقوق الطبيعيه للمراه، ماشي هي هذيك اللي كيشوهوها المسلمين بالتفسيرات الخاطئه حسب قوله الايات القرانيه. سمعتوا مزيان؟ وراه وهبي كيهدد بان المعركه غادي تكون كبيره وقويه وعنيفه مع من؟ مع اللي عندهم غيره على دينهم. وقال لك اسيدي في الشهور المقبله هو غادي يعمل هذه المعركه. وفي الخطاب الاخير ديالو كيخاطب مجموعه من الناس وكيقول لهم هم شكون هادهم؟ السيد الوزير راهم من المغاربه المسلمين اللي ما راضيينش بهذه الفضايح اللي عامل فينا. وقال لك اسيدي انها غادي تكون المعركه الاخيره في الظلم ديال المراه، وغادي يغير نصوص في المدونه كلها من اجل ضمان حقوق المراه. والله العظيم اخوتي الى هذا السيد هذا عجيب امره. راه هذا الشيء اللي كيقول خطير وخطير بزاف. اضافه لهذا الشيء هذا راه كاين حمله مماثله مقابله من طرف المسمات نزهه السقلي، سماتها بغاتها الوقت. هذه الحمله هذه اللي مشات في نفس الطريق ديال السيد الوزير وهبي، باغيين يبدلوا قوانين في مدونه الاسره. وناضت هذه السيده اللي كانت واحد الوقت وزيره الاسره والتضامن بحمله كبيره وكتطالب بشي حوايج خطيره، من بينها العلاقات الرضائيه وتقنينها والمثليه الجنسيه والمساواه في الارث وحق الاجهاض. صراحه حمله خطيره علمانيه على المقومات الدينيه ديالنا. والمشكله هي ان هذه الحمله جابوا فيها فنانات مغربيات كنا كنحترموهم وكنعتبرهم بالفعل انهم كيبلغوا رساله، لكن للاسف شفنا شي تصريحات ديالهم كلها محاربه للدين الاسلامي، افكار خطيره هدامه. دابا هذه حمله سمتها بغاتها الوقت. واش بغاتها الوقت تجرنا للفساد والزنا والعهر؟ واش بغاتها الوقت تطالبوا بشي حاجه حددها الله سبحانه وتعالى في حل الارث؟ واش بغاتها الوقت تطالبوا بالحريه المثليه؟ واش بغاتها الوقت بالاجهاض؟ والله العظيم لا حشومه عليكم. هادشي اللي كنسمعوا كنشوفوا خصوصا من نساء مغربيات ومسؤولين مغاربه، تجي وزيره سابقه وزيره الاسره والتضامن وتعمل حمله بغاتها الوقت نبدلوا القانون. يا ريت لو كان يتبدل شي حاجه فيها اصلاح وصلاح ديال الامه والبلاد. وملي تشوف نساء مؤثرات وفنانات جايبينهم وجالسين في منصه، واش اي واحد بغى يمرر شي حاجه او يدوز شي حاجه غادي يجيب لنا هاد المؤثرين والفنانين؟ واش ما كاين علماء؟ ما كاين باحثين؟ ما كاين دكاتره في علم الاجتماع والقانون؟ صافي اي حاجه ما تجي من فنانين وهذوك اللي مسميين مؤثرين. عرفتوا شنو هو اللي بغى الوقت واللي خصنا ننضلوا عليه؟ بغاها الوقت
تعليم مجاني منظم، بغينا مدارس وثانويات وكليات وجامعات في المستوى يتوفروا على جميع ما يتطلبه الوقت من ضروريات. بغى إصلاح التعليم بصفة عامة، بغاتها الوقت، مستشفيات في المستوى وإصلاح المنظومة الصحية باش تكون عندنا مستشفيات في المستوى تليق بالمواطن المغربي البسيط الفقير، باش ما يبقاش عرضة للابتزاز ديال المصحات الخاصة والجبروت ديالها في غياب المنظومة الصحية الحقيقية. بغاتها الوقت خلق فرص ديال العمل وتقليص البطالة، ونشوفوا من حال الشباب اللي هايم واللي كيقتل راسو في البحورة باش يهاجر بلادو. بغاتها الوقت يرفعوا من المستوى ديال الدخل ديال الموظفين والأجراء سواء العاملين في القطاع العام أو القطاع الخاص، وتتعمم التغطية الصحية على جميع المواطنين. بغاتها الوقت باش ينقصوا من الغلاء والزيادة في الأسعار على جميع المستويات وفي جميع المجالات المعيشية والغذائية والمحروقات. بغاتها الوقت حنا في حمى الله وحمى مالك ديال البلاد، الله ينصرو، باش تكون دولة مغربية ذات سيادة وأمن وأمان وعدل ورخاء. هادشي اللي بغاه الوقت، ماشي الانحلال الخلقي والفساد الاجتماعي. رسالتي أو هذه الرسالة هذه لكل غيور على البلاد والدين باش يحارب كل واحد من المنصب ديالو، بحال هاد الحملات اللي باغيه تخرب المجتمع ديالنا. محاربة تكون عقلانية، الند للند، بلا عنف بلا معيور. والله يحفظنا في الدين ديالنا والارض ديالنا والبلد ديالنا والملك ديالنا. ونطلبوا الرساله ديالي توصل، وهذا الفيديو هذا يتبارطاجا باش يوصل. على الله نوعاو شويه، والسلام عليكم ورحمه الله.